ممكن تلاقي بياع هناك مثلا بيبيع لك كيس سمك مثلا ومكتوب عليه بادج حلال وبيقول لك اتس حلال. فلما تيجي تقول له طب هو يعني ايه حلال، بيقول لك يعني معمول على الطريقه الحلال، مذبوح على الطريقه الحلال. فاللي هو السمك اصلا مش محتاج يتذبح على الطريقه الحلال، هو حلال اصلا. ذات مرة كان أحدهم يبيع السمك وقال: نعم، هذه سمكة حلال. وسألت ما هو الحلال فيها؟ قال: ذبحت وفق الشريعة الإسلامية، إذن حلال. فقلت له: لكن السمك لا يذبح وهو دائما حلال. وده مثال بسيط ينطبق على كل الحاجات التانية، ان في تجار كتير هو مش فارق معاه ان هو حلال، هو مش عارف اصلا ان المنتجات دي حلال ومش فاهم يعني ايه حلال، ولكن هو بيحط البادج بتاع حلال عشان يكسب الفئة الاسلامية اللي هتشتري منه. مجرد تجارة بحتة. بل في بعض المصانع بتنتج مثلا نوع معين من اللحوم او ايا كان، بتنتج نفس الحاجة وهم مش حلال ولا اي حاجة، ولكن بيقسم الباكج بتاعته لنص ونص، نص بيحط عليه بادج حلال رغم ان هو نفس الحاجة، ويبيعه لانه حلال والناس تشتري لمجرد ان هو بيكسب تجارة هي بالنسبة له ربح. هو الموضوع بينطبق بس على محلات التجزئة او السوبر ماركتات، ولكن هي الفكرة في العقيدة نفسها او فكرة المبدأ نفسه. الصراع